تيجي اقول لكم حاجه بمناسبه الامهات وكلامنا ليهم بصوت عالي. زمان وانا صغيره كنت عيله قليله الادب، كنت ممكن يعني اكلم ماما او اتعصب او اتنرفز او مش عارف ايه. فبعدين ربنا عشان يربيني ويعلمني الادب، ماما تعبت كانت قاعده يعتبر معايا خلاص، فتعلمت قيمه كل كلمه انا كنت بقولها. زمان بقيت بني ادمه تانية خالص عشان شفتها تعبانه، ولما دلوقتي انا عندي ابني حسيت بكل حاجه هي كانت بتعملها وهي لسه لحد النهارده عايشه معايا. فالموضوع فارق معايا نفسيا جدا، فتعلمت الادب، بقيت اخلي بالي من كلامي مع كل الناس اللي حواليا، مع حماتي، مع اصحاب ماما، مع قرايبي، مع اخواتي، مع كل حاجه. بقيت احاول على قد ما اقدر ان انا ما ازعلش حد منهم بالكلام حتى. ليه؟ علشان انا اتعلمت ان احنا ما بنعرفش قيمه الحاجات غير لما بتروح مننا. والاب والام دول انت مش مخير ان انت تعاملهم حلو او وحش، مش مخير. انت ربنا قالك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ماشي؟ ها بعدها ايه؟ وبالوالدين احسانا. عباده اهي، بعدها البر. انت مش مخير ان انت يعني. انا لما قعدت اعيد حساباتي ولقيت ان انا مقصره مع امي ومقصره مع ابويا، انا بدعي ربنا دلوقتي. انا ماليش دعوه هم ايه، انا ماليش دعوه هم كانوا بيعملوا دورهم او انا ماليش دعوه. انت مالكش دعوه، انت مش هتحاسب حد، انت ما عليك الا نفسك فقط لا غير. اتعامل مع نفسك دي على ان انت بس هتحاسب عنها، فهتلاقي نفسك مخلي بالك من كل تصرفاتك. مثلا انت ماشي في الشارع، واحد دخل عليك عكس، حد ضايقك، حد عمل، انت هتحاسب على عمله ولا على عملك؟ على عملك. فخليك رقيب دايما ان انت تخلي بالك من الطريقه اللي انت بتتعامل بيها، بالذات مع الاب والام بالذات. والله العظيم والله العظيم والله العظيم هيفرق معاك جدا 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 في كل حاجه، لان انت عايز تعاملهم زي ما هم بيدوك انت تديهم، يا ولا لا لا، مالكش دعوه هم بيدوك ايه. طب يا ميس ده بابا بيعاملني وحش وماما بتهزقني كل سيحاسب. فانت شيل شيلتك. انت تعرف ان ربنا قال عز وجل، ربنا قال ان هو وان جاهداك على ان تشرك يعني انت ابوك وامك دول مشركين، مشرك مش مؤمن اصلا، يعني هو ما بيؤمنش بالله. بص بقى، هو لا يؤمن بفكرة وجود الله او ان ربنا هو الواحد الاحد الصمد، لا، هم مشركين. يعني ده مشرك، اعامل المشرك ده ازاي؟ اكيد بقرف واكيد إيه يا انت مش كفايه كافر. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما تطعمهمش، ما تسمعش كلامهم، بس خليك هين لين معاهم وصاحبهما في الدنيا وبالراحة وبالهداوة. يعني معنى كده ان هم مشركين بالله، وهتعاملهم حلو ولا وحش؟ هتعاملهم حلو. لما بقى انت عايز بقى لما يعاملوك انت وحش، انت يا عبد تروح معاملهم وحش؟ اذا كانوا هم مشركين مفروض تعاملهم حلو، فهم بيعاملوك وحش بتعاملهم وحش؟ لا، هتعاملهم حلو برضه. تمامك. هو مين اللي هيحاسبهم على الشرك؟ ربنا. فخلي بالك يا ولا، خلي بالك من طريقه معاملك مع ماما وبابا، وخليهم يدعوا لي ويدعوا لك، وبص لي راسهم هما الاثنين.